السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح تم بث فيديو من مدينتي لواحد مصري دهس طفل، ثم دهس أبو الطفل وأم الطفل. أم الطفل توفى الله، والأب في حالة سيئة هو والابن، يعني الابن مستقر شوية. بعد البحث والتحريات قال لك ده شخص عسكري. هوب، هي طلعت من هنا كلمة شخص عسكري، وطلعت الصفحات الصفراء اللي احنا عارفينها وعارفين هي بتتبع مين، وكل يوم بتغير اساميها بحيث ان هي تعمل تمويه عشان ما نعرفش ان هي تبع اخواننا البعدة. الصفحات قالت لك الله هو عسكري، بما انه عسكري مش هيتحاكم. وانا بقول لهم مش هيتحاكم ليه؟ اذا كان كبار القادة العسكريين اتحاكموا واتسجنوا. المرحوم الرئيس محمد حسني مبارك ده كان قائد عسكري اتحاكم. السيد الفريق سامي عنان، الراجل ده اتحاكم واتسجن، وده كان يعني اكبر رتبه خلف وزير الدفاع، فاتحاكم. فما فيش حد فوق القانون. كل الاختلاف في الامر ان المدني بيتحاكم تبع الشرطه العاديه المدنيه، والعسكري لازم يروح الشرطه العسكريه او النيابه العسكريه المجموعه 28 اللي في مدينه نصر. وهو ده قانون العسكريه من قديم الازل. اللي حابب اقوله اكتر واكتر ان المحكمه العسكريه ممكن تقعد في القضيه دي تفصل فيها او تحقق وتفصل وتوصل ليقين عشان تحكم بما انزل الله من عدل، شهرين 3 4 وتخلص القضية. لو في محكمة مدنية ممكن تقعد سنين. فاحنا اللي يهمنا هنا العدالة الناجزة. الراجل النهاردة المتحدث العسكري أصدر بيان قال تم إلقاء القبض على تقريبا نقيب دكتور، وتم تقديمه للنيابة العسكرية بمدينة نصر، وهو حاليا في السجن الحربي وبيتم التحقيق معاه وهيتحاكم وهياخد عقابه العادل. اللي عايز اقوله ان المتحدث العسكري لما اتكلم قال تهمتين. التهمه الاولانيه اللي هي القتل العمد، والتهمه الثانيه اللي هي سبق الاصرار والترصد. اللي حابب اقوله اكتر واكتر للي ما يعرفش في القوانين العسكريه، القتل العمد في القانون العسكري ده العقاب الاول ليه الاعدام. العقاب الاول ليه الاعدام، وفعلا بيتعدم وبسرعه مش زي القضاء العادي. فحته ان هو يتحكم بتهمتين فكده نقول الله يرحمه. وفي الاول وفي الاخر هو هياخد الحكم العادل، مش مفيش كوسه في الموضوع ده. انا عايز اقول لكم ان انا في يوم من الايام كنت في قضيه عسكريه، وكنت متوقع حكم صعب، ولكن بما اني كنت بريء فالحمد لله طلعت براءة من الموضوع. وقسما بالله العظيم انا كنت في السجن الحربي مع الناس. لا حد شتمني ولا حد مد ايده عليا ولا اي حاجه في اي حاجه. انا كان ليا احترامي هناك، مع ان انا ما كانش ليا حد عسكري اعرفه، ولكن بيحترموا كبير السن في السجن الحربي. بيحترموا كبير السن، وكبير السن عندهم مش اللي هو فوق ال60، لا اللي فوق 40 بيحترموه. ما بيقومش في السجن الحربي، ممكن كل واحد له دور كده، اللي يروق سرير، اللي يكنس مكان، اللي يقلم الاشجار، حاجات من كده يعني زي ما كنتوش تعرفوا. اللي بيتعدى ال 40 ما بيعملش حاجه زي كده، بيقعد معزز مكرم طول اليوم قاعد في فناء السجن، وبيجي اخر النهار يخش المبيت بتاعه يتعامل معاملة آدمية. ولكن لو محكوم عليه بالإعدام برضه بيتعامل معاملة آدمية لحد ما يجي يوم القصاص، وبيتم القصاص ويسلموه لأهله. اللي حابب أقوله إن كل إنسان قام بجرم على أرض مصر هيتعاقب سواء مدني أو عسكري، وكله بالقانون. فأنا بقول للمصريين ما ترموش نفسكم للصفحات الهدامة اللي هي عايزة توقع المصريين في بعض، وتخلي المصريين
طبقة تبع العسكريين وطبقة تبع المدنيين، وطبقة العسكريين هي العليا وطبقة المدنيين هي السفلى. قسما بالله العظيم أنا راجل مدني، وأنا مريت بظروف مشابهة، ولكن كانت قضية لها علاقة بالميديا والسوشيال ميديا، وازاي تتكلم عن العسكرية ومش ازاي والحاجات ديت، والحمد لله طلعت منها بريء، بدون خدش واحد، بدون كلمة جارحة تتوجه لي، بدون ما حد يعمل لي كده. كان بيتقال في السجن الحربي يا عم فلان، تعالى يا عم فلان، روح يا عم فلان، يعني ما بيدوش بقى لقب يا باشا ويا فندم، يا عم فلان، لانك انت بتكلم مجند برضه بيقضي ايام يعني. فاللي حابب اقوله ان مفيش خيار او كوسه او فقوس في المحاكمات العسكريه. انا كنت بخش النيابه العسكريه، باخد دوري زي العسكري وانا مدني، بتعامل بمعامله ادميه زي العسكري. انا كان بيخش معايا عسكريين، وانا ما كنتش قسما بالله العظيم اتحاسب امام ربنا. انا ما كنتش بشوف ان العسكري عندهم له، او الراجل اللي هو رتبه عسكريه له امتيازات. هو امام القضاء هو مذنب خلاص، بيفضل مذنب لحد ما يتقدم دليل براءته، او المحكمه توصل الى حكم ان الانسان ده بريء، بيقولوا له مع السلامه. قسما بالله العظيم انا كان قبل ميعاد المحاكمه بتاعتي ظهرت براءتي، قالوا لهم لا روحوه. يعني انا كان المفروض يستنوا مثلا لما الواحد يجي ميعاد ميعاده امام المحكمه، ويقولوا له لا ده انت بريء روح. لا، انا ظهرت البراءه قبل حضوري للمحكمه العسكريه، اللي هو اليوم اللي محدد ان انا اقف قدام القاضي العسكري. ظهرت البراءه، قالوا لهم ما يقعدش عندنا، ده راجل بريء، يقعد ليه يا جماعه؟ روحوه ومع الف سلامه، ووصلوني لحد البيت في محافظه تانية. اللي عايز اقوله ان زي ما قال السيد الرئيس، جيش مصر جيش شريف، جيش شريف، جيش بتاع الحق. زي ما السيد الرئيس حسني مبارك اتسجن والمدني اتسجن، اما فيش فرق ما بين ده وده، وما تسمعوش للصفحات الهدامة. وصدقوني قسما بالله العظيم هي العدالة عندهم عدالة ناجزة، وكلها أيام والنقيب ده يتحاكم، وما تقلقوش كل واحد هياخد عقابه على قد الجناية اللي ارتكبها. أنا حبيت أعرفكم إن في حاجة اسمها الحق والعدل في المؤسسة العسكرية، ده كلام ودي شهادة أتحاسب فيها أمام ربنا، ومفيش خيار وفقوس في المحاكمات العسكرية. إذا عجبك الفيديو دوس لايك، سبسكرايب، وفعل زرار الجرس، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.